إن من مراعاة مشاعر الآخرين مراعاة من أذنب وتاب وأناب، فإن هناك أناسا وقعوا في ذنوب أو معاصي ثم تابوا إلى الله عز وجل، فصار بعض الناس يعيرهم بذنوبهم، وصار بعض الناس يذكرهم بذنوبهم وقد تاب إلى الله من ذنبه. فهناك من الناس من يعير هؤلاء: فلان كان من قبل ما يصلي ثم تاب إلى الله وصلى، وبدأ يدعو الآخرين وينصحهم، قالوا: أنت إلى أمس كنت ما تصلي، أتعيره بذنب تاب منه؟ أتعيره بمعصية تاب منها؟ أو فلان كان يرتكب الذنب الفلاني أو المعصية الفلانية ثم تاب إلى الله من هذا الذنب وأقلع وصار إلى الله تائبا وصلح حاله وأمره، أتعيره بذنب تاب منه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا وعده الله بقبول توبته وأنت تعيره. الله أكرمه ووعده بقبول التوبة وأنت تعيره بذنب قد تاب منه أو بمعصية قد رجع إلى الله منها. أما تتقي الله؟ أما تراقب الله في نفسك؟ رأيت فلانا أذنب ثم تاب إلى الله من هذا الذنب وأقلع، استر ما ستره الله واترك التعيير، فإن هذه مشاعر